السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زماننا الحالي السوشيال ميديا بقت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من أول ما نصحى من الصبح لحد ما ننام بنلاقي نفسنا غرقانين في بحر من المعلومات، الصور، التواصل اللي بيأثر على نفسيتنا بشكل مباشر. رغم الفوائد الكتيرة للسوشيال ميديا زي التواصل مع الأهل والأصدقاء، التعلم، الشغل، إلا إن الوجه الآخر ليه ممكن يكون مؤذي لنفسيتنا وصحتنا. الدين الإسلامي علمنا إن النفس أمانة، وإن حماية النفس والابتعاد عن الأذى واجب علينا. زي ما بنحافظ على أجسامنا من المخاطر في العمل أو الشارع، لازم نحافظ على نفسيتنا من المخاطر اللي ممكن تيجي من السوشيال ميديا. حماية النفس واجبة في كل جوانب الحياة، سواء كانت جسدية أو نفسية. أنا أحمد شعبان، ودي قناة سيفتي ستيب. موضوع السلامة النفسية على السوشيال ميديا له علاقة قوية جدا بالسلامة والصحة المهنية، لأنه بيندرج تحت مظلة الصحة النفسية اللي هي جزء أساسي من معايير السلامة والصحة المهنية. خلينا نوضح إزاي. أولا، الصحة النفسية من الصحة المهنية. معايير السلامة والصحة المهنية زي الأوشا مش بتركز بس على حماية العمال من الإصابات الجسدية، لكنها أيضا بتركز على حمايتهم من الضغوط النفسية اللي ممكن تأثر على أدائهم في العمل. الضغط النفسي الناجم عن السوشيال ميديا ممكن يتسبب في انخفاض التركيز والإنتاجية وزيادة احتمالية وقوع الحوادث. تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية: أول حاجة، إدارة الوقت والإنتاجية. الإدمان على السوشيال ميديا وعدم التحكم في استخدامها بيأثر على وقت العاملين داخل العمل وخارجه، وده بينعكس على الأداء والإنتاجية. التوازن بين العمل والحياة الشخصية هو أحد العوامل الرئيسية في الصحة المهنية. الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا ممكن يؤدي لإدمان مش محسوس في البداية. الشخص بيلاقي نفسه بيقضي ساعات طويلة بدون فايدة، وفي النهاية بيحس بالفراغ والإرهاق. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لازم نستغل وقتنا بشكل صحيح ونبتعد عن الإدمان اللي بيضر بصحتنا ونفسيتنا. 2. التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني على السوشيال ميديا بيشبه جدا التنمر اللي ممكن يحصل في بيئة العمل. التنمر سواء كان في العمل أو على الإنترنت بيؤثر على العاملين نفسيا وبيقلل في معنوياتهم، وده بيأثر سلبا على السلامة العامة في مكان العمل. الإسلام علمنا إن الكلمة الطيبة صدقة، وإننا نحترم مشاعر الآخرين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وده بينبهنا لضرورة التحكم في كلامنا وتعاملاتنا على السوشيال ميديا. 3. التأثير على العلاقات الاجتماعية. العلاقات السليمة بين العاملين بتساعد على بيئة عمل آمنة وصحية. لو الشخص بيعتمد بشكل كبير على السوشيال ميديا بدل من التواصل الحقيقي مع زملائه في العمل، ده ممكن بيسبب عزلة ويؤدي لمشاكل في التواصل داخل الفريق، وبالتالي بيؤثر على السلامة العامة في مكان العمل. الاعتماد الزايد على التواصل الافتراضي بيأثر على العلاقات الواقعية. الإسلام دايما بيركز على قوة العلاقات الأسرية والاجتماعية وزيارة الأقارب وصلة الرحم. السوشيال ميديا ممكن تفرق بين الناس لو تم استخدامها بشكل خاطئ. كيفية حماية النفس من المحتوى غير اللائق. إزاي نقدر نحمي نفسنا وأولادنا من المحتويات غير اللائقة اللي ممكن تظهر فجأة على السوشيال ميديا؟ ده سؤال مهم جدا وممكن نواجهه بخطوات بسيطة. أول حاجة، بتستخدم إعدادات الخصوصية. كل منصة تواصل اجتماعي عندها إعدادات خصوصية بتسمح لك تتحكم في نوعية المحتوى اللي بيظهر لك على السوشيال ميديا. ممكن تدخل على الإعدادات وتفلتر المحتوى اللي بيوصل لك أو لأولادك زي ما هوريكم دلوقتي. دي صورة الموبايل معانا، شاشة رئيسية. بنضغط على جوجل، بعد كده بنضغط على الثلاث نقاط، بعد كده بننزل تحت، بيجينا هنا الإعدادات، بنضغط على الإعدادات، بننزل تحت الخصوصية والأمان، بننزل تحت نضغط على DNS استخدام نظام أسماء النطاقات. بتبقى مقفولة، هنفعلها وهننزل نضغط على اختيار مقدم خدمة آخر، هنضغط على Family Filter. كده تمام. في حاجة تانية بنعملها من على الإيميل بتاعنا، بنضغط على صورتنا الإيميل،
بعد كده بننزل تحت، بضغط على البحث الآمن. طبعا عشان احنا في السعودية هنا، فالسعودية بتبقى عاملة البحث الآمن الفلترة مفعلة، فإذا هما متحكمين بالموضوع، مفيش أي حاجة بتظهر معانا في البحث أو أي صور تمام. هنشتغل من تليفون تاني، هنضغط على جوجل كروم، هنضغط على التلات نقاط اللي فوق، هيطلع لنا الإعدادات، هننزل على الخصوصية والأمان، بعدين هنضغط على التصفح الآمن. هو واخد هنا وضع الحماية العادية، هنعمل حماية محسنة. الحماية المحسنة زي ما حضراتكم شايفين حماية استباقية سريعة والمواقع الإلكترونية الضر. 2. تفعيل الفلاتر والرقابة الأبوية. لو عندك أطفال ممكن تستعين بأدوات الرقابة الأبوية زي جوجل سيف سيرش اللي بتمنع ظهور المحتويات الجنسية أو العنيفة في نتائج البحث. دي خطوة فعالة لحماية الأطفال. طبعا في برامج كتير تحكم الوالدين في تليفونات الأبناء، بتعمل كونكت بينك وبين تليفونه زي فاميلي لينك، بتعمل كونكت بينك وبين تليفونه، وبيظهر معاك نوع التليفون بتاعه، لو واحد بيظهر واحد، لو اتنين تلاتة بيظهر كل ده، بيقولك عدد الساعات اللي استخدمها، وقت الراحة، قيود المحتوى كده يعني. قيود المحتوى وحظر المواقع، انت بتتحكم هو يبحث عن ايه. لو عاوز ينزل برنامج بتحكم هو بينزل برنامج ايه، بياخد اذن منك الاول، متصفح جوجل كروم واللي قدامنا ده كله، فبتتحكم هو فتح ايه. لو مش عاوز يفتح اي مواقع الكترونية بتضمن محتوى فاتح، بتضغط على ده. لو عايز كل ما ادخل على موقع تسمح له كل مرة، برضك موجود كل ده، وبظهرك المواقع المفتوحة عنده. 3. الإبلاغ عن المحتوى المسيء. لو واجهت محتوى غير لائق أو مسيء، كل المنصات عندها خاصية الإبلاغ عن المحتويات دي عشان يتم مراجعتها وحذفها. الإسلام بينبهنا لضرورة إزالة الأذى من الطريق، وده ممكن ينطبق هنا من خلال التبليغ عن المحتويات المسيئة. 4. تفعيل الحظر بلوك. لو في حسابات بتنشر محتويات غير مناسبة، تقدر تعمل لها حظر عشان ما يظهرلكش أي محتوى منها. نصيحة أخيرة، أحب أختم بنصيحة مهمة لكل أب ولكل أم، لكل فرد في المجتمع. السوشيال ميديا ممكن تكون مصدر للمعرفة والمتعة، لكنها في نفس الوقت سلاح ذو حدين. لازم نستخدمها بحذر، ونوعي أنفسنا وأطفالنا بأهمية إدارة الوقت وعدم الانغماس فيها بشكل يضر بصحتنا النفسية. قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الحفاظ على النفس مش بس بيكون بتجنب الأذى الجسدي، لكن كمان الأذى النفسي. خلي عندك وعي دايما بإزاي بتستخدم السوشيال ميديا، وإزاي تحمي نفسك وأسرتك من المخاطر اللي ممكن تيجي منها. سلام عليكم.